السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم على ضابط دورية سعودي. أنا اليوم الساعة 3 الفجر كنت في الحمراء، كنت أشتغل مع واحد تعلم السواقة معه وبيعتبر شغل بنفس الوقت. كان يعطيني باليوم 70 ريال، وأنا كنت أشوفها كثير 70 ريال هذه، يعني أقضي فيها حالي إن أنا متعطل عن العمل، وأقضي فيها على حالي وأصرف على نفسي فيها 70 ريال هذه. ما أحتاج لحد، ما أبغى أحتاج لحد ولا أبغى أذل نفسي لعند أحد. أنا مروح الساعة 3 الفجر اليوم، مروح من الحمراء من البحر. وصلت للحي اللي أنا بوصل فيه، شوية دورية وراي. يا صاحب الجنس لو سمحت جنب على جنب. أنا أشوف يمين شمال من صاحب جنس، ما في حد صاحب جنس. أنا مش عارف إن السيارة اللي أنا فيها جنس، لين قال يا صاحب السيارة الجنس أبو السكريم جنب على جنب لو سمحت. أنا عرفت إنه بيقصدني. أنا كنت أسوق السيارة جنبت، في واحد باكستاني جنبي العامل اللي يبيع السكريم فيها، نزل الفريم كذا وطالع فيني وأنا طالعت فيه. قال لي يا أبو يمن لو سمحت طلع هويتك إثباتك. قلت له ابشر على خشمي. محرق الجوال تبعي وأقول له هذه هويتي. شيك عليها بالجوال تبعه وقال هويتك منتهية يا أبو علي. أنا أشوف اللي عنده. قلت له أيوة إقامتي منتهية طبعا. قال لي ليه ما تجددها؟ قلت له يا أخي ما اشتغلتش، أنا متعطل عن الشغل، أنا شخص ما لقيت عمل. قال لي كلامك هذا صحيح؟ قلت له والله كلامي صحيح، بتحديك تلاقي فيه أي غلط. إذا لقيت أي غلط الحين قل لي الله معك اليمن. قال لي شوية اصبر شوية. قال الباكستاني يا باكستاني لو سمحت طلع الهوية تبعك. باكستاني طلع هويته، شيك عليها عنده في بشر، إقامته منتهي لها 5 سنين. شاف لا عندي كذا ضابط الشرطة وهو بيضحك مع صاحبه، بيضحكوا الله يسعدهم، بيضحكوا. وأنا قال شوف وش في، أشوف لعنده وأنا مغلوب ومكبود وفي بحرقة بداخلي وأنا متحسر ونادم 100 ندم، مش إلا ندم واحد. جالس طالع فيه ضابط الشرطة هذا. قال لي يا أبو علي لو سمحت تكفى. قدم السيارة لقدام، قلبها على جنب وأمنها ورفع الفريمات، وأخذت أغراضك من داخلها وأخذت الفلوس اللي داخلها. قلت له ابشر على خشمي. رحت أجنب السيارة، جنبتها شوية نزلت. قال لي تكلم معي. تكلم أنا أتكلم معه وهو بيقرب كذا لا عندي، يقول لي تكلم. خرج ريحة من لقفك، انفخ جيب شوية هواء من لقفك. وأنا فعلت. هو يقول لي ليش ريحة فمك كذا متغير؟ وأنا أشوف لعنده. قلت له ولا شيء. قال لي متأكد ما تشرب شيء معه؟ قلت له لا، أقسم بالله ما أسوي شيء من الأشياء هذه. قال لي صحيح؟ قلت له والله العظيم. قال لي الشنطة اللي بيدك. جبت له الشنطة، شافها داخلها عطر وداخلها الخازن حق الجوال وداخلها توصيلة وداخلها 40 ريال. قال لي خرج اللي بجابك كامل. دخلت الداتا للأجياب تبعي، خرجت كل شيء بالجيب تبعي، خرجت فاين. قال لي افتح الفاين، فتحت الفاين. أنا شكيت، قلت وش قد فيه؟ من قد بلغ عليا. شوية بعد ما جنبت السيارة وخلصت أسوي كل شيء، قال لي يا أبو علي اطلع الغمارة. قلت له طيب. قال لي اطلع الخانة داخل. يلا طلعت. باكستاني يلا اطلع بعده. طلع الباكستاني. أنا دخلت السيارة هذه أول مرة بحياتي أدخلها، ما قد طلعت سيارة دورية يا ناس من حين دخلت السعودية. طلعت وأنا خايف. جلس يسألني ليش ريحة فمك كذا؟ قلت له والله يا غالي ناكل باليوم وجبة واحدة، يا الصبح صبوح يا تعشي عشاء، وحدة منهن، وجبة واحدة باليوم مقرر لي آكلها، لأنه ما يسمح لي الوضع إن أنا أكل أزيد من وجبة. قال لي كلامك صحيح؟ قلت له والله. قال لي يصير خير يصير خير لن نوصل. وصلنا القسم. باكستاني أول واحد قام الباكستاني. قال له بصم. قال لي يا أبو يمن. قلت له ابشر. قال لي تعال بصم. أنا بصمت وكنت خايف إن البصمة هذه خروج نهائي.
ما أنا عارف، وبكيت، نزلت الدمعة من عيني وأنا بصن. شوية طلعت البصمة هذه، يتحققون من الهوية تبعك، ما فيش عليك بلاغات، ما فيش عليك جرائم، ما فيش عليك مسبقات، ما فيش عليك. بعد ما بصمت جلسيت كذا مطمن، والعسكري بيطالع فيني وبيضحك، بيوزع ابتسامات، وانا اشوف لعنده ضابط بيضحك، شكلي بترحل. شاف لعندي قال لي يا ابو يمن وش وضعك؟ تبغى تروح اليمن؟ قلت له شوف، هذه خدمتك وانت اللي تبيه سوي. تقول لي روح يمن اروح يمن، تقول لي اجلس وصلح وضعك بجلس واصلح وضعك. قال لي طيب متى تصلح وضعك؟ قلت له يا اخي انا ما قد اشتغلت علشان اصلح وضعي. من وين اصلح وضعي؟ انا تجديد اقامتي بالسنه ب 12,000 ريال سعودي، من وين اجيبها؟ انا لو قلت بنقل كفاله، نقل الكفاله بيكلفني 9,500 ريال، من وين اجيبها؟ ما عرفت من وين اجيبها. قال لي طيب لو روحناك اليمن؟ قلت له شوف، انا معي اهل باليمن وانا شاقي على اهلي في اليمن، فوق دين مبلغ 30,000 ريال سعودي في اليمن، اروح اقول لهم وين بيسهم اللي سلفونا هي؟ ويش اكلم الناس اللي جابوا لي فلوس سلف وانا داخل السعوديه وش اقول لهم؟ العسكري شاف لها عندي كذا وتنهد، طلع نهدة من صميم قلبه، قال لي حالتك تصعب على الخاطر، الله يكون بعونك. قلت له آمين. شوية قال لي يا أبو يمن تبغى تروح ولا تبغى ترجع تشتغل، ترجع تدور لك عمل تصلح وضعك وكذا؟ قلت له اللي تبيه. قال لي خلاص قوم وأنا أشوف اللي عندك ذا. قال لي قوم. قمت أنا. قال لي الله يسعدك ويرزقك حتى يرضيك، تمشي من هنا سيدة، ترجع يمين ترجع يسار، تحصل تاكس وقفه واطلع. شفت لعند الضابط كذا دمعة نزلت من عيني وانا اتفرج لعنده وهو بيكلمني كذا، دمعين عيوني. ايش الرحمة هذه اللي بقلبه، ايش كمية اللطافة اللي فيه، ايش كمية الاخلاق اللي هو تخالق فيها معي، ايش كمية الاحترام والمعاملة اللي تتعامل فيها معي. اقسم بالله العظيم يا شعب السعودية انكم ارحم شعب وارحم ناس، وان قلوبكم رحيمة. لا يمكن ان انا بكل مدحي هذا ان انا اوصف تعامل ضباط الشرطة في السعودية. قسما بالله العظيم يا جماعة انه فيه كمية احترام واخلاق وتواضع ما قد شفتها فوق اي عسكري او ضابط. الله يجعل والديك في الجنة ويرزقك من حيث لا تعلم.